بعدما صنع القارئ الجزائري عبد العزيز سحيم الحدث في الإمارات، وذلك من خلال تلاوته العطرة أثناء إمامته المصلين هناك. ها هو اليوم يتفاجأ بتلقي دعوة رسمية من طرف حاكم إمارة عجمان وولي عهده في الإمارات، وذلك من أجل استقباله قبل عودته إلى الجزائر. وصنعت صور استقبال القارئ الجزائري من طرف حاكم الإمارات ردود واسعة، وتغنى الإعلامي أسامة وحيد بمفخرة الجزائر بكلمات رائعة جاء فيها: ما عقرت نياقنا ولكنهم صرموها، نموذج حي عن سفير من جزائر القرآن تأشيرته قرآن كريم. هذا فتانا هناك يعطي الوجه الأخر لجزائر الأصالة والجذور بعيدا عن جزائر ريفيكا وبيبي دامور. حفظ الله فتى القرآن عبد العزيز سحيم، فقد كنس المسخ بتلاوته العطرة ليقول للعالم أنه هذه هي جزائر العلماء، وأن بلد الشرفاء لم تعقم ولكنهم أرادوا عقرها، والله متم نوره ولو كره المساخون. ألم يكن الأولى بهم أن يحتضنوه بالجامع الأعظم قبل أن تسحبه أمارات النفط منهم؟